كيفكم شو اخباركم؟ ان شاء الله كلكم بخير. اليوم 17 من رمضان. طبعا اليوم الشباب ما عملوا فطور ولا حتى طبخ ولا حد، ما في تسمم الحمد لله. انا واحد من الناس بصور احنا ايش بنعمل، ما راح اصور. هم الشباب راح ياكلوا برا اليوم، راح ياكلوا في مطعم برا، فما راح اصور ايش يعني بناكل برا، لانه ما الشيء ما تعبناش عليه. انا بصور او السلسله اللي انا اعملها احنا نصور الاشياء اللي احنا بنعملها، اني ما اصور اشياء برا. اكيد طبعا مطاعم راح يكون يعني اكل مطاعم معروف، اي حد عنده مطعم في العالم بروح بيشوف الاكل، بس انا بوريكم احنا الاشياء اللي احنا بنعملها اللي احنا بنتعب عليها. فاليوم راح اكل برا، فراح اعمل سحور ان شاء الله. راح نعمل سحور ان شاء الله بيتزا، وراح تكون بيتزا مره اسطوريه لاني راح ابدع فيها المره هذه. فاليوم الفيديو راح يكون قصير، بس راح اوريك كيف تعمل بيتزا. ما راح اطول الفيديو ان شاء الله لانه الفيديو لسه قصير. بكره ان شاء الله في عزومه راح نعملها، عزومه راح نعزم العراقيين. ايوه هو اغلبيتهم العراقيين، فراح نعزمهم. راح نعمل فيديو جدا اسطوري ان شاء الله. خلينا نبلش الفيديو. لا تكمل بلش الفيديو، لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب. تحياتي لكم. ليش بتطلع في كذا؟ ايش ماله والله؟ اي تحسني فريد حقه انا ودي يهجم علي ولا ايش ماله والله؟ تحس قرفانه معي، وراه 5 اولاد، 50 بنت وراه، مثلا وراك عيله، ايش حزين مالك؟ وراك هموم، وراك ذنوب، ايش مشاكلك؟ ايش مشاكلك؟ فضفض للناس، احكي. هنا صوص عليه كل هنا. طبعا هو الصوص بصل وخضار، احنا بنسميها جراد وحاجه زي كذا، وبصل وخضار وبندوره وحاجه زي كذا. هذا الصوص مختلف، كل الناس تعمله غير. احنا عملناها بالطماطم والصلصه وشويه سكر عشان يطلع طعمه حلو، وشويه ليمون عشان يطلع طعمه حامض وسكر وحلو. مش طبيعي الصوص هذا. هذا راح ابدا احط جبنه، بعدين ايش احط دجاج، واوريك كل حاجه بحاجه. يا جماعه الخير زي ما انتم شايفين حطيت انا جبنه عليه كل هنا هلا. لا راح احط دجاج هنا. الدجاج طبعا ايش بتحطوه بتعملوا طريقته عاديه. هذا صدر دجاج، بس صدر دجاج بس، ما ينفع اكثر من حاجه غير هيك، لانه هو صدر الدجاج هو اطيب شيء في البيتزا. والله جربنا كل شيء، جربنا لحم، جربنا كل شيء، وفخاد ما طلع طيب، طلع بس الصدر هو الوحيد طيب. فبنصحكم بس تحطوا صدر دجاج مع شويه ليمون، مع شويه لبن زبادي وبس، وشويه بهارات، والله يطلع مره لذيذ معها. هلا راح اصفي الدجاج عليهن، بعدين زيتون، بعدين فلفل، بعدين اللي هو الفطر الاكل، فبعدين نحطه في الفرن. شوف النتيجه كيف راح تطلع مبهره والله بصراحه. اليوم الفيديو راح يكون قصير جدا مره. اول شيء حطيت الدجاج عليه كلهن، دجاج طيب جدا. وحطيت هنا على قطعتين زيتون هنا كل وحده، وقطعتين فلفل. ضل عندنا الفطر، راح احط فطر هلا، راح احطه هنا واوريكم النتيجه في الاخير. والله اسطوريه، طعم مش طبيعي. فطر، زيتون، فلفل، دجاج، جبنه، الصوص والعجينه. شايفين كيف خرافي؟ عملت 3. راح اوريك كيف يطلع بعد النتيجه هذه. يا جماعه الخير شوفوا المنظر، والله حرام ما يتجوز. انا يلا تتجوزني بالله عليك. شوفوا عملت 3 فقط الحمد لله، فقط 10 دقائق. هلا بوريك كيف النتيجه النهائيه. اخيرا عملت اول واحده وطلعت، حطيتها على الحديده، كذا عشان ايش؟ ما تنحرقش من تحت. شايفين كيف؟ فهلا راح اعمل الدفعه الثانيه. احنا بنحط العجينات هذه، بنعمل عجينه مثلا، ممكن اعمل عجينه عشان نتعبش. هو يعملها الولد، لما يعملها يحطها في الثلاجه لفتره طويله، يعني عادي ممكن تظلها فتره وما تخربش. فهذا هلا متجمد، شايفين حجر، فبحطها هنا، بحطه في الفرن 5 دقائق 10 دقائق بتكون تبدا تعملها دواوير. راح اوريك كيف هلا، بس سهل الامور. بس حط في الفريزر وخلاص، اعمل عجينه وحط في الفريزر، والله امور طيبه. جماعة الخير، هذا بتحمل هاي الجماعة تكلم انجليزي برو. يا جماعة الخير، نحن نعمل بهاي الشكل. ايوه بيطلع معنا مربعات، خمسات، ثلاثات، ايش بيطلع؟ مخبص برو. اهم شيء يطلع بيتزا في الاخير. ايوه صح؟ عند حيوان ولا شنو؟ جماعة الخير الفرن اللي احنا عندنا هذا مو فرن حراري، هذا قصدي بس فرن دخان، يعني كذا اقول لكم اياها. فرن حراري عادي، بس يعني كذا اقول بدون نار، ما في نار تحت ولا شيء، هذا بس على الحرارة. فبتحط المرة تحت، بعد ما تخلص تحس انها تحمرت من تحت، بتشوفها من تحت ترفعها زي كذا، تحس انها تحمرت، ترفعها فوق هنا زي ما حطيتها. راح اوريك اياها كيف هلا. شايفين كيف من تحت تحمرت شوي، خلاص برفعها على طول فوق عشان احمرها من وجه لفوق، لانه هذا الفرن مو نار، ففرن حراري. هذا انا نسيت قلت في الاول، في مش حراري، هو حراري. فلهيك انا بحطه تحت وفوق عشان تزبط، لانه هو بخار، فايش اسوي؟ مش حل.
وان شاء الله يا رب تعجبهم، ان شاء الله تعجبهم يعني، ان شاء الله ما يكنسل. طبعا يا جماعه الخير اليوم فطرنا برا، فما صورت شو فطرنا لانه كان عادي كله طلبات من برا، فما في داعي انا بصور الاشياء اللي احنا طبخناها اللي احنا تعبنا عليها. ففطرنا برا، فالسحور راح يكون اليوم في البيت، فما في الحمد لله ما في سمبوسه ولا ليمون ولا اي شيء، ملينا والله العظيم. لو في اليوم سحور وفطور طبخ كان عملنا كبسه او شوي، عملنا بيتزا، عملت لهم بيتزا اسطوريه، عملت لهم بيتزا مش طبيعيه، مش انا بعملها، واحد صاحبي يعني كنت اعملها بس، لكن وقفت معه بصراحه، بعرف كيف لا معلم فيها. انا بيتزا هلا بس انا لازم اروح اشوف هلا احط لهم اياه، انا عارف انه راح يسبوا، ما راح يعني حتى لو حلوه ما راح يقول لك حلوه، انا عارف بالشغل ما يعجبهم عجب، حتى لو عجبته بقول لك ما حلوه، بس بالاخير لما اطفي الكاميرا بقول لك والله حلوه. فراح اشوف هلا، خلينا نشوف رايهم، اعطيهم البيتزا وخليهم ياكلوا ونشوف ايش رايهم، لانه ضل السحور نص ساعه تقريبا سحور بيتزا. يا جماعه الخير زي ما انتم شايفين هذه النتيجه، شايفين كيف اسطوريه. طعم الزيتون بتلاقيه مالح، طعم الصوص عليه سكر طبعا حلو بكون شويه، طعم الجبنه مالح وحلو في نفس الوقت ما بتعرفوا، الفطر بكون شوي مالح، الفلفل بكون حار يعني حار ومالح وحلو مش طبيعي. فجربوها والله لا تعجبكم، اكتبوا لي عجينه على اليوتيوب وقلت لكم كيف تحشوها وخلاص، ما ضلش شيء، الامور تمام، ما ضلش شيء. هنشوف هلا ايش راي الشباب في الموضوع. هذا النتيجه يا جماعه الخير. ايش رايك عبد في البيتزا؟ والله العظيم تعبت عليها. والله صراحة ثاني يوم كان أفضل يوم يعني أذوقه. الله يسعدك يا رب، والله ضبطتها، والله حطيت فيها لحم كثير ودجاج كثير والله وتحليل كثير. جبنا فل بصراحة. الله يسعدك حبيبي، والله هذا كلمة أنا بالعمد خليته هو الوحيد كلام، أنا عارف الشباب راح يطقطقوا علي شوي فقلت هو أفضل واحد، أنا هو الوحيد محترم فيهم صراحة، لا جبت العيد كلهم محترمين والله، بس لكن في مجاملات، فهمت علي كيف؟ هذه المجاملة اسمها. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، يعطيكم العافية على المشاهدة، كان معكم فجنية، تحيات لكم، جربوا البيتزا واكتبوا لي تحت في التعليقات كيف طلعت معكم، والله بصراحة طلعت معنا طيبة جدا واكلها كلها ولا نقطة ضل منها، فاكتبوا لي تحت في التعليقات رايكم، يعطيكم العافية على المشاهدة، لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب، مع السلامة، بيس اوت.